السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. هنعمل النهاردة مع بعض بقى سمك بولتي مقلي بخلطة جبارة وبتريكات مصرية 100%. بالخلطة دي مش هتلاقيها غير في مطبخ الست المصرية وبس. بس قبل ما ندخل بقى ونشوف طريقتنا، الأول كده زي ما احنا متعودين نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفضلا وليس امرا، اللي لسه داخل وشايف قناتي المتواضعه يشترك ويفعل زر الجرس ويشير الفيديو لاكبر عدد ممكن عشان غيرك برضو يستفيد. ويلا ندخل نشوف طريقتنا. اللي قدامكم اللي انتوا شايفينه ده انا جبت السمك متنضف عشان انجز وقتي، يعني بصراحه يا جماعه. وانا بقول للراجل نضفولي، انا بقول له كمان يفتحولي من الظهر. دي كده الطريقه دي فتح الظهر ده اسمه بيتزا، سمك بيتزا او سنجاري. يعني في ناس بتسميه سمك بيتزا وفي ناس بتسميه سمك سنجاري. تمام، احنا كقاهريين من القاهره بنسميه سمك بيتزا. تمام، انما الاسكندرانيين بيسموه سمك سنجاري. تمام كده. طبعا انا بعد ما جبته نضفته، هو متنضف بس انا غسلته حلو وحطيته في محلول نقع يعني. وجبت كده بهاراتي، استنى يا يونس ماما بتسجل. جبت كده بهاراتي زي ما انتم شايفين، ادي توم وجميع البهارات، شطه، فلفل اسمر، كمون، كزبره، ملح، فلفل اسمر بسيط قوي يا جماعه، مستردة، خل، ليمون، فلفل، فلفل رومي. وجبت خلطتي الجميله دي قوي بقى كده، وفي الكبه بقى تمام، في الخلاط تمام زي ما انتم شايفين كده. وضربت كل كلامي الجميل قوي دون بحبه خل وكام ليمونه كده بقى. هو السمك ده والليمون، يعني سمك اديله ليمون ويبقى ايه يعني، حاجه كده جميله قوي بصراحه. هو بالليمون حلو. وجبته بعد كده رحت مملحاه زي ما انتم شرحت طبعا السمك عشان التمليحه بتاعتي تخش جوه السمكه من جوه كمان. انا بوريكم انا ملحته ازاي، واسيبه قيمه ساعه بقى كده، ساعه ساعتين. يعني ايه هسيبه ايه يعني، انا ممكن اعمله من الظهر كده لغايه مثلا انا هنتغدى على العصر كده ولا على الساعه 5، اعمله الساعه 4 الساعه 3. يعني هسيبه ايه يشرب من التمليح. وعلى ما نسيبه شويه كده، تعالوا بقى نعمل الرز الصياديه او الرز السمك او الرز البني على حسب ما كل منطقه بتقول. يعني في ناس بتقول رز بني، نقول رز صياديه، على حسب. طبعا انا بعمله بجزر. ادي البصل اهون، بصلتين كبار كده حلوين. وحطيت زيت دون يتقدح. يعني ايه يتقدح؟ يتقدح ده يعني يسخن قوي، عشان في بنات صغيره كده ما بتفهمش كلامي وبتكتب لي في التعليقات وضحي كلامك، يعني بتقولي ايه بالظبط، يعني ايه يتقدح؟ يتقدح ده يا حبيبه قلبي يعني يسخن قوي. الزيت يسخن قوي. تمام. سبته يسخن خالص اهو زي ما انتم شايفين. ونزلت البصل بتاعي هسيبه لغايه ما يكرمل يديني لون. تمام كده. هفضل اعمل فيه كده لغايه ما يديني لون. تمام كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وهو لسه ما ادانيش اللون، هاخد نص الخلطه اللي انا عملت الخلطه اتبقى من الخلطه. هاخد الخلطه دي واروح حطاها على البصله قبل ما تديني لون وقبل ما تكرمل وقبل اي حاجه. وهي باللون ده زي ما انتم شايفين كده. الخلطه ملحنا بيها السمك وخدنا جزء منها حطيناه زي ما انتم شايفين كده على الايه، على البصله واحنا بنحمرها بالظبط زي ما انتم شايفين كده بالظبط. عايزه اقول لكم بقى اول ما حطيتها على البصله ادت روايح بقى، يعني انا ما لكم ان تتخيلوا بجد. ريحه كانت جميله جدا. بس يا يونس عمال شايفني عماله بسجل لكم، عمال يلهيني بقى باي طريقه. بس خلاص خلاص، خد يا حبيبي. وجبت اهو مرق الدجاج. انت عايزه تستغني عن الخطوه دي وما بتحبيش مرقه الدجاج برضو، بس بتعلي من تستها شويه، من ما واحده ما جرش منها حاجه، يعني ما فيش حاجه، مش مشكله، مش هتعمل الضرر يعني اللي قوي يعني. تمام. وحطيت مرقه الدجاج عليها كده. وحاولت ان انا ادوب. انا بوريك اهو كل المراحل بالظبط علشان تمشوا معايا خطوه بخطوه. بعد كده حسيت انه ادى لون شويه، هنزل بالفلفل بتاعي. تمام كده. نزلت بالفلفل بتاعي وهفضل بقى اشوحه كده مع مع البصل والبهارات. اداني اللون اللي انا عايزاه. هو ده كده حلو قوي. شوفوا بص اللون دون، يعني لو استنيت عليه سيكه كمان شويه كمان كده هيبقى احلى. كل ما يكرمل بس مش يتحرق، عشان لو اتحرق هيديكي مراره كده.
هيديكي مراره في يونس مش مخليني عارفه اسجل لكم خالص. هيديكي مراره كده في الرز، لا ما تخليهوش قوي يعني. وجبت كده ميه من الكاتل، ميه مغليه، لازم ميه، ما تجيبليش ميه من الحنفيه، هاتيلي ميه مغليه تمام كده. ورحت بعد ما حطيت الميه مقداري المظبوط اللي انا عارفه ان على قد الرز اللي انا هعمله، حطيت بقى الاول الجزر، هديله خليه ياخد ويدي كده، يجي غلوه واحده بس كده، لان طبيعي بطبيعه الحال انا حاطه الميه مغليه، فمش يعني مش هستخدم، مش هاخد وقت جامد قوي. طبعا انا كنت غاسله الرز ورحت حطيته اهو زي ما انتم شايفين، وهقلب بقى كده. كلامك الجميل قوي دون، واحده واحده كده. شوفوا بص، مراحله بسيطه جدا وسهله قوي، يعني ما خدش مني وقت خالص. على ما انا سبت السمك يتبل وياخد تتبيلته قيمه ساعه كده، اكون انا عملت الرز زي ما انتم شايفينه كده. والرز المصري لازم الميه تغطيه بس يا جماعه، الرز المصري لازم الميه تغطيه بس. تمام كده. انا الميه غطيته وهسيبه بقى على ما الميه دي تتشرب. الاول طبعا هحط اظبط ملحي. انا حطيت مرقه الدجاج الاول ليه؟ علشان ما ينفعش احط الملح بعد كده مرقه الدجاج، هيحدق مني. لا، انا هحط مرقه الدجاج واشوف حدقه عايز او مقداره قد وبعد كده احط الملح بتاعي عادي بقى. قلبي كلامك الجميل قوي ده بقى، وهراقبه بقى، هراقبه شويه بشويه. تمام كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. انا قلبت زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هبقى احطه هبقى اغطيه بقى واسيبه زي هنمشي مرحله مرحله، حبه حبه كده. ابتدى بقى يبقبق كده، ابتدى يبقبق ويغلي معانا. هو هيبتدي الاول يغلي ويبقبق، وبعد كده اول ما تشرب، انا برضو بوريكم مرحله مرحله. اتشرب، هبتدي بقى من اول ما يتشرب كده الميه بتاعته، هبتدي اقلبه بالراحه، لان قبل كده هيعجن مني. طب دلوقتي لا، قلبيه بقى وما تخافيش يعني. هفضل اقلب فيه كده بالراحه زي ما انتوا شايفين كده. بس يا يونس تعالى شوف ماما بتعمل ايه. بص ماما بتعمل ايه. هو من ساعه ما عارف ان انا بسجل لكم، هو يعني حالف ان انا ما اعرفش اسجل خالص. وانا هسيبه بقى كده يستوي مع نفسه. انا طبعا قلبته تقليبه حلوه. تعالوا بقى نعمل الخلطه بتاعه السمك. جبت دقيق ونشا زي ما انتوا شايفين كده، وذره ملح، شويه ملح صغننه خالص، ويعني دقيق ونشا. تمام. النشا ده عشان يخليه كريسبي كده، تخليه محرمش كده. وحبه كمون زي ما انتوا شايفين كده بردك. ولو في كزبره برضو حطي، يعني لو في كزبره، حبه كزبره صغننه خالص كده برضو حطي برضو، يعني مش بس يا يونس تعالى نشوف ماما بتعمل ايه. جبت السمك اهو بعد ما اتملح معايا، وهفضل بقى اعمله زي ما انتوا شايفين كده. في ناس بقى بتروح يعني حاطاه بعد كده. بص تعالى بص خلي ماما، بص ماما بتعمل ايه. تعالى نتفرج على ماما بتعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. جبت السمكه وملحتها. بعد ما ملحتها حطيتها في دقيق. يونس مش مخليني عارفه اعمل حاجه خالص، كلب. وادي ملحتها زي ما انتوا شايفين. وجبت مقلايه. المقلايه الزيت سخن جدا، سخن قوي، ورحت حاطه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وهبتدي بقى اقلي. في ناس بتروح حاطاه في ميه، تروح حاطه من هنا في هنا، يعني بعد ما تحطه في الدقيق تروح حاطاه في ميه، وبعد كده تروح حاطاه في الزيت عشان يبقى. هي طريقه كويسه، بس انا طالما حطيت نشا الطريقه واحده، يعني هيديني نفس النتيجه على فكره. يعني اعتمدي الطريقه دي، اسهل لك واحسن لك. وادي الرز انا بوريكم المرحله بتاعته. بصوا بقى جميل ازاي ومفلفل ازاي، يعني روعه، حاجه كده سكر فاخر من الاخر زي ما انتوا شايفين كده. اديني انا بغرف بقى، بنحط الغدا يعني. بغرف لكم قدامكم الرز. بصوا انا بوريكم مدى ان هو مش معجن ومستوي، وطعمه وريحه كان جميل جدا بصراحه، كان حلو قوي. الرز السمك ما ينفعش يتعمل من غير الرز ده بصراحه، احنا ما بناكلوش سمك، يعني هو الرز ده. وشوف السمكه عامله ازاي، كان جميل جدا. وطبعا انا حطيته على مصفى كده، بحيث ان ينزل الزيوت اللي فيه كلها بقى،
ويا حبيبه قلبي لو وصلتي معايا لغايه هنا اوعي تنسيني باللايك الحلو بتاعك وشير الفيديو لاكبر عدد ممكن عشان غيرك يستفيد، وبحبكم في الله كتير قوي قوي قوي، وكل سنه وانتم طيبين ومع الف سلامه يا احلى متابعين في الدنيا.